ليه بتبدأ وتبطل بسرعة؟ علشان بتعتمد على الحماس اللحظي. الحماس بيجي ويختفي، إنما العادة بتكمل حتى لما تكون مش متحمس. انت مش ضعيف، بس متخيل ان كل حاجة محتاجة طاقة ضخمة، ودي اكبر غلطة. السر في الخطوات الصغيرة اللي بتتكرر. العقل البشري بيحب الراحة وبيكره التغيير، فكل مرة تبدأ عادة جديدة عقلك بيقاوم، مش لأنك فاشل بس لأنه خايف. أكتر سبب بيخليك تبطل إنك مستني تحس إنك جاهز، بس الجاهزية عمرها ما بتيجي، اللي بيجي هو القرار. كل مرة تبدأ وتبطل عقلك بيسجل إنك مش قادر، وده بيضعف ثقتك في نفسك حتى من غير ما تحس. انت محتاج روتين مش حماس. الروتين هو اللي بيكمل لما الحماس يختفي، وهو اللي بيبني الحاجة بجد. الناس اللي بتنجح مش دايما متحمسين، بس عندهم نظام بيكمل حتى وهم تعبانين أو زهقانين. انت بتبطل بسرعة يمكن لأنك مش محدد انت عايز توصل لإيه أصلا. بدون هدف واضح أي حاجة هتبان ملهاش معنى. مش لازم تبدأ كبير، ابدأ صغير وكمل عليه. البناء بيبدأ بطوبة مش بناطحة سحاب. انت مش فاشل، انت بس لسه ما فهمتش ان العادة أهم من الحافز، واللي بينجح هو اللي بيكمل حتى وهو مش متحمس. النجاح مش ضربة حظ، النجاح عادة يومية صغيرة بتتكرر كل يوم. اللي بيكمل مش أقوى منك، هو بس عارف إن السر في الاستمرارية مش الكمال. مشكلتك مش إنك بتبدأ كتير، مشكلتك إنك بتفقد الأمل بسرعة. كل عادة جديدة بتاخد وقت عشان تثبت، اصبر عليها هتثبت. العقبة مش التعب، العقبة الحقيقية إنك بتستسلم أول ما تتعب. الموضوع مش إنك تعمل كل حاجة صح، الموضوع إنك متوقفش حتى لو غلط. أكبر كذبة بنصدقها إن لازم نكون متحمسين عشان نبدأ. لا، لازم نبدأ عشان نتحمس. مفيش حاجة اسمها فاشل، في حاجة اسمها لسه ما كملتش. الروتين مش ممل، الروتين هو اللي بيبني منك شخص جديد. اللي بينجح مش عشان عنده إرادة حديد، لكن عشان عنده نظام بيمشي عليه حتى لما بيزهق. لو كل مرة بطلت تقول أنا مش قدها هتصدق الكذبة دي. ابدأ بحاجة بسيطة بس ما تقفش. السر في الاستمرار مش البداية. ساعات كل اللي محتاجه إنك تمشي على نفس الطريق حتى لو مش شايف النتيجة دلوقتي. التحفيز بيخلص، العادة هي اللي بتكمل. انت بتتغير حتى لو التغيير مش باين دلوقتي. الفرق بينك وبين اللي نجح هو وقع كتير بس كمل. العادة محتاجة تكرار، مش مرة واحدة وتقول جربت. لو كل مرة بدأت ونص الطريق وقفت، عمرك ما هتوصل للنهاية. اوعى تحكم على نفسك من بداية ضعيفة، الاستمرارية هي اللي بتحسن. النهاردة مش متأخر، هو أنسب وقت تبدأ فيه عادة هتغير مستقبلك.